هي الابنة المفضلة لحاكم دبي، تنفق الأموال ببذخ ولا ترتدي الحجاب. الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي هي الأكثر ثراء وجمالا من بين الأميرات العرب. ولماذا يسمح لها الشيخ محمد آل مكتوم في عمل الكثير من الأشياء؟ ولماذا لا ترتدي الشيخة مهرة الحجاب؟ ونتحدث عن الحياة الفاخرة للشيخة مهرة أميرة دبي. حاكم دبي لديه عائلة كبيرة وتزوج 6 مرات وأنجب 26 ابن وبنت، وطلق بعض من زوجاته، وابنها المفضل هو الأمير حمدان. حاول ابنتان الشيخة لطيفة والشيخة شمسة الهروب إلى الخارج، لكن محمد آل مكتوم أمر بإعادتهم إلى دبي، ومنذ ذلك الحين لم يراهم أحد ولم يعرف أحد عنهم شيء، وبالنسبة لهم هو حاكم دبي أب صارم للغاية. وترتدي العديد من بناته الحجاب، لكن أعطى الحرية المطلقة للشيخة مهرة وهي في عامها الآن 29 عام، وتزوجت مؤخرا، وهي بارزة من بين السيدات في الإمارات العربية المتحدة، لأنها ترتدي ملابس غير تقليدية في الإمارات ولا تغطي رأسها. ومن الواضح أن الشيخ محمد يسمح لها بالكثير من الأشياء دون أبنائه الآخرين، فقد أجبر ابنه حمدان بالزواج من ابنة عمه، وهذه الفتاة مهرة تستمتع بحياة فارهة وتشتري أشياء فارهة الثمن وتسافر أي مكان تريده. ويرجع هذا السبب أن والدتها من اليونان، لذلك تجمع مهرة بين الحياة الشرقية والغربية معا. كان اسمها عند ولادتها كريستينا، لكن سميت بعد ذلك باسم مهرة